كما يقول بيل جيتس ان الذكاء الصناعي مربوط بالمراهقين والاطفال مش مربوط بالكبار، ولهذا لما نشوفوا بيل جيتس اليوم كامل يحكي الا على العلم النافع والاجتماع والابعاد الكبرى على حساب السن راهو فيه ولا. اما الناس اللي يساهموا في الشركه تاعو كذا تجدهم يتجاوزون 20 22 سنه، ونشوفوا اكثر مخترعين هما مراهقين. لماذا؟ لأن السن تاع هذا المراهقة خصوصا تعطي اللي يدخل هذا الذكاء الصناعي مبكرا. نشوفوا كاين اشخاص تفوقوا ولاو يصنعوا برامج، وفي عمر 14 سنة يصنع برامج ديزابليكاسيون. فلماذا؟ لأن هذا فيه إثارة وفيه جاذبية للطفل أولا، وثانيا الطفل يقدر على قادمين على عالم بدون مباني، يعني الجامعات بدون جامعة ومؤسسة بدون مؤسسة إلى غير ذلك. فنحن نشوف اليوم كل شيء يولي تكنولوجي، ولا بد أن نهيئ أبناءنا لهذا، ما نكونوش متطرفين نقولوا لا، ولا نكونوا أيضا منبهرين فناخذ كلش ونعملوا كلش في الذكاء الصناعي ومن بعد نتغاضى على الذكاء. السن المناسب للتكنولوجيا هو بعد 10 سنوات أو 12 سنة. لماذا؟ لأن في مراحل نمو الجهاز العصبي نعرفوا بلي الجهاز العصبي يكتمل النمو تاعو في 14 سنة، صح؟ أثناء النمو يحتاج احتياجات فيزيولوجية أكثر من احتياجات معلومات وأفكار، ولهذا الآن التربية تحت 12 سنة تكون تربية جسمية. وش معناتها؟ مثلا الولد التغذية الصحية، يرقد مليح، يعيش امن عاطفي، جو اسري متزن، هذوما يحتاجون فاش في النوم والجهاز العصبي. الجهاز العصبي ما ينموش في الافكار، ينمو بالاكسجين والاكل والشرب والراحه النفسيه. فهمتي الفكره وراهي؟ ومن بعد كي يكون جاهز النضج في المرحله تاع النضج ثم نبداو نعطيه المعلومات المجرده. كي نعطيوه المعلومات المجرده ويكون هو ناضج، واش يصرى لنا؟ يصرى انسجام وتناغم. راح يؤكد الأخصائيون في علم النفس التربوي على أن تعلم الطفل لهكذا مهارات ثقيلة منذ الصغر تجعل منه منتجا لا مستهلكا للتكنولوجيا، وذلك راجع إلى إتقانه لمهارات التعامل مع البيانات التي يكتسبها عبر الذكاء الاصطناعي، فيصبح صعب التأثر بالتكنولوجيا. ننظر إلى أبنائنا وبناتنا على أنهم أغبياء وما عندهمش فكر، العكس أنهم عندهم ذكاء ربما أكثر منا، فقط يحتاجون إلى تلك المرونة وإلى تلك الحرية، ونعطيهم هذيك الثقة اللي أعطتها لهم التكنولوجيا. لما أعطتهم التكنولوجيا شفنا أنهم أبدعوا في هذا المجال. لما يجي المجتمع ما يعطيش الحرية، وحتى نشوفوا التربية الدينية تركز كثيرا على هذه الفئة. نشوف القرآن مثلا يمدحهم يقول وآتيناه الحكم صبيا، فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. يحطم الأصنام شكون؟ فتى يقال له إبراهيم. كم كانوا فتية وفتى، صح؟ نشوفوا أكثر الفتوحات الإسلامية دار مراهقين. فنشوفوا أن الدين أعطانا إشارة إلى قوة. هي المسائل